اسمع كده. تعالوا اقول لكم ازاي تعملوا القرمشه دي وباقل التكاليف. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين. ونزلت للراجل بتاع القطايف اللي تحت بيتنا عندنا، قلت له عايز القطايف طازه اطيس حاجه عندك. ورحت نقيت النوتيلا برضو اطيس حاجه، ولو مش عندكم نوتيلا هاتوا الشوكولاته الخام العاديه اللي من عند العطار، بس هاتوها اهم حاجه اطيس حاجه. وبعد كده تالت حاجه معانا الكاستر، واللي مش بيحب الكاستر ما يحطوش عادي. بعد كده جبنا القطايف وهنقفلها نص قفله زي ما انتم شايفين كده. اللي مش هيكمل الفيديو للاخر بجد هيندم ندم عمره. عايزين تسمعوا القرمشه دي؟ شوفوا الطبق ده. بس كده يا باشا خلصنا قفله القطايف، يلا بينا بقى نحطها على النار. وطبعا ما فيش مصري او مصريه ما بيعملوش الحركه دي بتاعت الزيت. وبعد ما حطيناها على النار يا باشا لازم تديكوا اللون الذهبي ده اللي هتشوفوه دلوقتي حالا. لازم تبقى طازه اطيس حاجه. ويلا بقى بينا عشان نحشيها النوتيلا والكاستر. ارجع اقول لكم تاني، لو ما عندكوش نوتيلا عادي هاتوا الشوكولاته الخام اللي عند العطار، بس تجيبوها ايه اطيس حاجه. في شكل القطايف بعد ما اتحمرت وطلعتها من الزيت، شايفين لازم تبقى باللون ده. اول حاجه هنحشيها يا معلم وهي الكاستر، والكاستر لازم تحشوها من جوه خالص كده. بعد الكاستر هنحشيه بالنوتيلا يا باشا، وهتشوفوا التركايه في الاخر.